عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. نشر الإعلامي سمير الوافي تدوين على حسابه الخاص يهاجم فيها صانع المحتوى الشاب حمى الحربي الذي ينشر مقاطع فيديو رفقة والديه المريض بالزهايمر. وقال سمير الوافي في ترندات هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مقرفة ومقززة بين أب مريض وابن متهور. للأسف الهوس بالشهرة السريعة والتفاهة والعابرة أصبحت موضة يضحي من أجلها أحدهم وصورة والده، فينكل بها ويشتغل مرضه وهشاشته وضعفه لإضحاك الناس به وعليه، ويصفق البعض على ذلك ويشجعه وتحقيق فيديوهاته أعلى مشاهدات ككل التفاهة. وأضاف الوافي: ولكن كل عاقل ومتعلق يشاهد كذلك يتألم ويتعاطف مع ذلك الشيخ المسن المريض الذي ليس في وعيه الكامل لإدراك الجريمة الأخلاقية والإنسانية التي يرتكبه ابنه في حقه. والغريب أنه لا أحد من عائلته يتدخل لإيقاف عبث الابن المتهور وإنقاذ الأب من ذلك التنكيل. ومن تلك المشاهدة المقرفة التي يشاهدها الأطفال خاصة وفيها الأب يشتم ابنه بكلام بذيء جدا ومقزز ينكل بتلك العلاقات المقدسة والمحترمة بين الأب والابن ويضرب القيم المجتمعية في الصميم. قد لا يوجد قانون يحاكم ذلك الابن على العبث على بوالده، لكن أتمنى فعلا أن يحاسب على جريمته وأن يجبر على التوقف عن إضحاك الناس على أب مريض بالزهايمر وليس في وعيه.